العربي زمان كان عبارة عن دين وكرامة وعزة نفس. جزء من الكرامة وعزة النفس دي كان ليها تأثير كويس على العربي، بس برضه كان ليها سبب واحد صغير، إن العربي كان بيحارب قبائل مجاورة لأتفه الأسباب، وممكن ساعات تكون من غير سبب أصلا. العربي زمان كانوا بيؤمنوا إن سيدنا إبراهيم هو اللي بنى الكعبة، فهي معروفة إنه محدش يجي جنبها عشان مكانتها الدينية. قريش كانت قبيلة في مكة ومن طبقة الصحراء، فكانوا أصل المجتمع في مكة. واختلف المؤرخين ليه سميت قريش كده. بص يعني حرفيا في أكتر من سبب. المهم قريش كان عندها فقر في المحاصيل والمية والبضائع، يعني كان الحال قرب خالص، فعشان كده برضه محدش احتلوه. وهم في وسط الحزن والبؤس اللي فيهم يخش عليهم راجل اسمه عمرو بن لحيل. كان في قبيلة خزاع، جاي وشايل صنم، فالناس مستغربين ايه ده، إيه اللي انت شايله ده؟ مش هتصدقوا اللي حصل. كنت بتمشى في الشام لقيت مجموعة من الناس بيعبدوا الأصنام، فقلت لنفسي ايه الهبل اللي هم بيعملوه ده. رحت سألتهم ايه اللي انتوا بتعملوه. قالوا لي انهم بيطلبوا من الصنم انه الدنيا تمطر، ودايما كانت بتمطر. وقالوا لي ان دي مش اول مرة يطلبوا منهم طلبات، ودايما كانوا بيحققوا لهم اي طلب هم عايزينه. فاستغربت وقلت ايه الثقة اللي هم جايبينها دي، بيتكلموا بكل الثقة دي ازاي؟ قلت ليه ما اجيبش صنم معايا؟ بص شكله حلو ازاي. ايده مكسورة. اه. انا بقول لك ايده مكسورة. هنتصرف. بس عارف لو الكلام ده بجد. بس عملوا ايد من دهب، يعني عارفين من السلاسل اللي هو عايزين نصلح نعمل ايه، نحط من دهب، وسموه هبل. وده اول صنم يدخل مكه. هبل كان اله المطر والحرب والخير والبركه، حرفيا عملوا له سيلكت اول. وجا بعديه 3 اصنام ستات. العزة كانت اله الجمال، واللات كانت اله الحكمه، ومنات كانت اله القدر والرزق، ودول كانوا الاساس. والموضوع بدا يجيب لهم فلوس. بس عارف انك لو عبدت الصنم ده هيحقق لك كل طلباتك. ايه مين مش مهم. عارف لو انت رحت عشان تعبد الصنم، اي طلب تطلبه هيتحقق بجد. طب تمام، بس استنى، راح فين؟ لازم تدفع الضريبه الاول. قريش سالت نفسها ازاي ممكن تعمل فلوس من الحوار ده. لو انت قبيله جايه عشان تعبد الصنم، هتدفع ضريبه مقابل الامن والامان. مكه مكان امن عشان مكانتها الدينيه، وممكن برضو تبص على البضائع تشتري حاجه، وتروح على الاسواق برضو تشتري اي حاجه انت عايزها من هناك. وكده يسكتوا؟ لا طبعا. ازاي؟ كانوا بيروحوا على كل قبيله وياخدوا الصنم بتاعهم ويحطوه عند الكعبه. قعدوا يعملوا كده لحد ما بقى 360 صنم. رغم كل ده رحت تسال حد انت بتؤمن بالله، يقول لك اه طبعا.